دلوقتي بتكلم على الناس اللي اجتهدت وذاكرت وجدت وعملت واخدت كورسز واخدت شهادات ودبلومات ومعادلات وقعدت تذاكر كتير عشان خاطر تعرف تروح تعيش في البلاد دي. اكيد ادام عملوا كل المجهود ده هم شايفين حاجة في المكان ده، وكانوا مستعدين ان هم يبذلوا المجهود والطاقة دي عشان يوصلوا للحاجة دي، وعملوا ده عشان يحسنوا يعني in general يحسنوا من الأسرة بتاعتهم، فأخدوا أسرتهم وسافروا، فلقوا ان ده خطر على الأولاد من جوانب كتيرة قوي. أنا هتكلم في سايد واحد بس عشان it's not fair ان الناس تطرح الموضوع بالطريقة دي. ان هما بيقولوا ان التعليم هناك سطحي جدا وغريب، ومش بيعلموا الولاد، مش بدون كتب، مفيش كتب، مفيش مصادر مراجع، حاجات ياخدوها معاهم. هو ده ترجمة ان انت كأب ان انت مش لاقي النظام اللي انت كنت عايش فيه. انت عايز تعرف ولادك بياخدوا ايه، بس انت مش عارف تعرف ولادك بياخدوا ايه، فبتقول ان النظام اصلا مش كويس لان انت اصلا مش واثق في النظام. بس انا احب اقولك ان انت بتدور على التعليم شبه التعليم اللي انت جاي منه، الفحت والردم والهارد وورك والحشو والكتابة والكلام ده كله. لا، هم بره بيعلموا الاطفال البيزكس، بيعلموهم ماهية التفكير، بيدوم الاساسيات اللي هتمشي المجتمع، لكن مش طالبين منهم كلهم ان هم يبقوا زويل وياخدوا جايزة نوبل. لا، دي الاساسيات اللي محتاجها المجتمع. محتاج مثلا الكم دوت من الرياضيات، محتاج ان انت يبقى عندك ان انت تكون بتعرف تقرا، ان انت يكون عندك طريقه بيعلمك ازاي تعرف تعمل بحث. دي دراسه البيزكس، وده اللي المفروض يحصل، يبقى بيزكس. في انت بقى عايزه ترمي مجهودك كله على المدرسه، ومدرسه بالمفهوم بتاع العرب دوت مصنع كوبي بيست، مصانع الناس كلها بتبقى شبه بعض، يخشوا يبقوا شبه بعض، يطحنوهم كده ال 24 ساعه مفكرش في حاجه غير في المدرسه. ده اللي غلط. النظام اللي بيعملوه، نظام التدريس التعليمي اللي هناك، هو ده اللي صح. المدرسه جزء مش حياتك، جزء من حياتك، مش كل حياتك. ده ايه الاكتئاب الرهيب ده اللي هو ياخد معاك المدرسه البيت؟ انت ما ده مشكله الناس اللي هي راحت في مكان طاقته اعلى منهم كتير، فعايزين ينزلوا الطاقه بدل ما هم اللي يطلعوا لها. الاسهل ليه؟ طب ما تنزلوا لنا انتوا، اطلع لكم انا فوق ليه؟ ابذل مجهود ليه؟ لا، الحياه سهله، الحياه بسيطه جدا. هم بيعلموهم ازاي يبحثوا، ازاي يدرسوا اللي هم اختاروه. لكن انا كمدرسه مهما اديتك من المواد عمري ما هكفي الباشن بتاع كل الناس. انت كبيرنت بقى عندك ولد ولا 2 ولا 3 ولا 4، انت عندك 4، لكن انا كمدرسه، انا ككلاس مثلا عندي كام؟ انا كمدرسه عندي كام طفل؟ فانا عندي 4 ولاد، ابذل مجهود عليهم ان انا اعرف كل واحد فيهم بيحب ايه، كل واحد فيهم ممكن يبقى عنده تالنت في انهي حته ويبحث فيها وينمي نفسه فيها. هو النظام كده بيديك مساحة للإنسانية مزيد من المساحة ومزيد من الإنسانية عشان تعيش وتتنفس وتدور على نفسك وتستمتع بالحياة. كنظام تعليمي هو ده نظام كويس جدا، ولو حد متضايق من النظام دوت يتفضل يجي في يرجع بلد مثلا، يعني مش عايزه اقول اسم يعني، بس هيلاقي كل اللي هو عايزه. يرجع بلده، كل واحد يرجع بلده هيلاقي النظام اللي هو اتربى عليه وعارف يسرفايف فيه، وكان كل همه ان هو يهرب منه ويروح لمكان تاني ادمي اكتر. فلما راح للمكان الادمي اكتشف ان هو ما يعرفش يعيش بره الميه اللي هو اتعود عليها. فلا، ادوا ولادكم فرصه، ما هم مش زيكم، مش يعني الظروف مختلفه.
هم عكسوكوا تماما. انت شايف ان اللي حقق لك الانجاز في حياتك هو الهارد ورك اللي وداك البلد دي وخلاك في المكان ده، بس ابنك اوريدي في البلد دي. ابنك استحقاقه والانرجي بتاعته اوريدي، هو عايش اتولد او هيكبر في البلد دي، فهو عنده اولويات تانية خالص وعنده احتياجات تانية خالص. انت لو ما بذلتش مجهود كبير قوي وعميق قوي وبقيت open minded جدا، منفتح لاستقبال الافكار وبعدين فلترتها وتاخد منها اللي انت عايزه واللي انت مش عايزه، اللي هيناسبك تاخده واللي مش لكن مش ترفض كده وخلاص. مش هتعرف تتعايش معاهم، مش هتعرف تبقى على اي نغمة ولا اي موجة من الموجات بتاعت الاطفال الجداد خالص. لازم تبقى عندك قلب مفتوح، open heart open mind، وعندك تقبل وعندك أصالة. الأصالة بتاعتك انت عارف، يعني انت عارف انت بتحب ايه. في 12 شهر في السنة بس انت اتولدت في يوم واحد بس، في ساعة، في لحظة واحدة في السنة كلها. هل كل اللحظات التانية وحشة؟ لا. انت اعرف انت مين، واعرف انت عايز تبقى مين، واعرف هتاخد ايه من اللي فات تكمل بيه، واعرف في الحتة اللي انت عايز تروحها دي محتاج تزود ايه. ومش معنى كده ان الناس اللي عايزة الحاجات التانية دي وحشين خالص، بس انت تبقى عامل حدودك، عارف نفسك فعارف حدودك فبتحترم حدودك وما بتتخطاهاش، وفي نفس الوقت محدش بيتخطى من بره لجوه الحدود عندك، ولان انت كمان بتحترم حدودهم. لكن الناس اللي متضايقه من نظام التعليم بره، انا والله بقول لهم يعني يرجعوا بلدهم، يرجعوا يعلموا عيالهم في النظام اللي هم عارفينه في بلادهم، ويدوا فرصه لأرواح تانية عندها قابلية أكتر عندها انفتاح إن هي تقدر تأثر في الحضارة الجديدة اللي هي رايحاها دي بطريقة كويسة، يعني يعملوا حاجة كويسة في الأماكن اللي هم رايحينها دي، وفي نفس الوقت البلاد دي برضو تديهم حاجات كويسة، يبقى التفاعل بينهم مثمر في الأرض أكتر. يعني وجهة نظر مختلفة مش هتعجب كل العرب اللي عايشين برا، بس just open your heart ودماغك، وسع دماغك. انت اللي ابذل مجهود مضاعف وترابل على ولادك عشان هم يبقى عندهم الاختيار، مش تحطهم في، مش تمنع كل سبل الخطر، لا انت حطهم في وسط الحياة عادي فيها حلو وجميل وقمر ولذيذ وخطر، وهو يعرف يروح فين امتى. دي مهمتك انت. بس انت عايز المدرسة هي اللي تعلمهم عشان انت مش فاضي، عشان انت مش عارف، عشان انت مش عايز تبذل مجهود.